في واحد دايم يضحك ودايم يبين إنه عايش حياته، بس وراها سالفة ما حد يدري عنها. يتواصل مع كذا وحدة، بس يوم يهدى الليل ما يفكر إلا فيك. يحاول يتهرب من إحساسه، بس كل مرة يرجع لك غصب. تدرين ليش؟ لأنك غير. أنت شي ما حصله عند غيرك. تبين تعرفين من هو؟ ادخلي على البروفايلي وشوفي الفيديو. راح أقول لك كل شي ما وده يطلع، بس تجهزي، لأن الكلام الجاي بيغير نظرتك له كله. في شخص مرتبط بس قلبه مو عند شريكه، قلبه عندك أنت. تبيني أقول لك من هو؟ اضغط على علامة الزائد تحت صورتي وحط قلب. هالشخص كل يوم يمر يحاول يقاوم مشاعره بس يفشل. كل مرة يشوفك ينبض قلبه بطريقة ما يفهمها، يحس إنك مختلف، إنك الشيء اللي ناقصه من زمان. ترى هو مو سعيد بعلاقته، يحس إنك الشخص اللي يقدر يفهمه، الشخص اللي يبيه يسمعه بدون ما يحكم عليه. ولعلمك هو مراقبك بصمت، ويمكن حتى تلاقينه بتعليق أو لايك قديم، بس ما قدر ياخذ خطوة لسه. علق بكلمة قدر عشان تجذبه أكثر وتخلي طاقتك توصله. ولو سويتها راح أبشرك قريب. اضغط مشاركة، وأول اسم يطلع لك يحمل أول حرف من اسم اللي يحبك بصمت. وصدقني مو صدفة، هو نفس الحرف، نفس الشخص. هالشخص بيظهر لك خلال 15 إلى 20 يوماً، وبيكون قدامك خيار: تكمل وتخلي قلبك يقوده، أو ترجع وتخليها يروح مرة ثانية. بس تأكد هذه الفرصة ما راح تتكرر. تدرين إنك هاليومين ما تطلعين من بال اثنين؟ إي والله، في اثنين يفكرون فيك ليل نهار. الأول طويل ونحيف، ستايله غريب شوي، ما يلفت من أول نظرة، بس قلبه كبير ويحملك بعيونه لو عطيه فرصة. يمشي بثقة كأن الأرض تحس بخطواته. والثاني ممتلي شوي، ضحكته دايم حاضرة، بس فيه شيء غامض. إذا سكت الكل يسأل وش فيه، وإذا تكلم يخلي الكل ينصت. وتقولين لي وين الوسيم؟ أقول لك ما له داعي الوسيم إذا اللي قدامك يفهم قلبك قبل لا تفهمين نفسك. لا تستعجلين، أنا بنت الرؤية موجودة علشان أفك هاللغز عنك. واسمعي، الاثنين يبوونك بس نواياهم تختلف. تبيني أفتح لك الورق؟ اضغطي على زر المزيد فوق صورتي وحطي لايك وخلي قلبك يصير أحمر، واكتبي بالتعليقات: أنا أستقبل هالرسالة من الكون، شكراً بنت الرؤية. وتسألين كيف أعرف الرسالة لي؟ سهلة، شاركي المقطع على الواتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا بنت فهذه رسالة من القدر وصلت لك. الحين نرجع لهم. الأول قلبه صادق، ناوي على نية زينة، شايفك قد الدنيا ويبغى علاقة جدة. لو قربتي له ما يتركك، بيكون دايم ظهرك ويعيش معك الحلو والمر. والثاني جاي من الماضي، شخص كنتي تتمنين يكمل المشوار بس ما صار نصيب، وفي قلبك له زاوية ما انمسحت. أدري إنك محتارة، بس إحساسي يقول إن الأول هو الطريق الصح. وإذا تحسين نفس الشيء اكتبي لي تحت. أنا أختار اللي يختارني بقلبه مو بس بكلامه. ولا تنسين تابعيني علشان توصلك الرؤية الجاية، يمكن فيها الجواب اللي تنتظرينه من زمان. بنص الشهر الجاي بيكون التغيير الكبير في حياتك. ويكنداتك ما راح تصير مثل قبل، بتصير مليانة مفاجآت حلوة ولحظات تخلي قلبك يفرح. بس انتبه، إذا طنشت هالكلام ممكن تمر عليك أيام ثقيلة وحظك يعاندك بكل شيء. أما إذا كملت للآخر واحتفظت بهالكلام فكأنك فتحت باب لفرص ما تتكرر. بتبدأ تلاحظ إشارات صغيرة وبعدين توصلك أخبار حلوة واحدة ورا الثانية. قريب وايد بيجيك دعم ما كنت متوقعه، يمكن من شخص قديم بحياتك أو اسم دايم تشوفه بس ما خطر ببالك. خلال 72 ساعة بتبدأ رحلة جديدة فيها راحة واستقرار وسعادة. والأحلى من جذي بتحس براحة نفسية ورضا ما حسيت فيهم من زمان. إذا كنت تحس إن الجايات أحسن اكتب تحت: يا رب اجعلها بداية خير، وشارك هالكلام مع اللي تحبهم. ولا تنسى، أقرب لحظة للفرج هي اللحظة اللي تحس فيها إن كل شيء تأخر. استعد، الجاي أحلى من كل اللي راح.